السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما في صحة واحسن حال. النهاردة مع مطبخ على قد ما اقسم مع امل هنعمل ايه؟ هنعمل الحلبة اللي هي المعقودة او المفتقة بطريقة بسيطة وجميلة، وطريقة هتعتمديها وجميلة وخطيرة جدا، والله انا ما بعملش غيرها. يلا بينا عشان اوريكم المقادير. اول حاجة جايبة 3 كيلو عسل اسود. تمام. وجايبة كمان عندي 3 كوبايات سمسم، 3 كوبايات فول سوداني، عندي تمن مغاط، عندي 3 حبايات من 3 معالق من الحلبة، الحلبة العادية خالص بس مطحونة. تمام. بجيب السوداني الأول وبطحنه، مش بطحنه، انا بكسره مش بطحنه، يعني هو يا دوب يتكسر بس معايا علشان ان احنا يبقى سهل ان انت تتعاملي معاه، ما تبقيش تيجي تاكلي الواحده تبقى سليمه كده. طبعا من ضمن المقادير كوبايه دقيق، وربع معلقه ملح ليمون صغيره خالص. اول حاجه هنيجي هنحط كوبايه زيت. ماشي. كوبايه الزيت دي هنعمل فيها كل حاجة، احنا ما بنكترش الكميات، وكل واحد يعمل على قد الكمية اللي هو محتاجها. هفضي فيها كوباية الدقيق وافضل اشوح فيها كويس جدا، بس ما تتحرقش منك، تفضلي تشوحي فيها لحد ما لونها يبقى يعني داخل على الذهبي، مش ذهبي، مش غامقة يعني، لا داخل على الذهبي. عشان الكوباية الدقيق دي هنرتب عليها بعد كده كل حاجة هنعملها. تمام. بصوا انا بحاول على قد ما اقدر اعرفكم الطريقه بالظبط. انا جريت الفيديو في الحته دي لان يعني انا كنت شغاله اهو. بصوا انا خليت اللون بتاعه شكله ايه، بعد كده نزلت عليه بالسمسم ابيض مش متحمص. ليه؟ لان احنا هنحمصه في في الدقيق يعني، او في الزيت. نفضل نقلب فيه نقلب فيه لحد ما اللون بتاعه وريحته تبدأ تطلع. لازم الخطوات دي يا ولاد ما تسيبوهاش، ايديكوا في الحاجة ما تسيبوهاش، ما ينفعش تسيبيها خالص على النار لانها ممكن تلسع منك. فتفضلي تقلبي فيها على قد ما تقدري لحد ما لون السمسم نفسه يبدأ يغير وريحته تطلع. بعد كده هتبدأي تحطي بقية المكونات واحدة واحدة اهو زي ما انتوا شايفين. تفضلي تقلبي فيها، ولازم تقلبي فيها كتير خالص، ما ينفعش تسيبيها. وكمان لازم تعمليها في حله ستانلس يا اما حله المونيا، لان انت لو حطيتي اي حاجه ممكن من كتر التقليب هتتحك وتبوظ منك. تمام. فانا عاملاها في حل ستانلس. وتفضلي تقلبي زي ما انتوا شايفين كده، وتخلي النار على نار يعني ايه اقرب للواطيه منها للمتوسطه، علشان الحاجه ما تتلسعش منك. بتقلبي بالطريقه دي على طول باستمرار لحد ما انت تحسي ان هي بدأ خلاص السمسم بدأ يتغير، لونه يتغير. تمام. هبدأ بقى انزل بيه بالسوداني اللي احنا طبعا كسرناه في الكبة، ونفضل نقلب فيه بقى لحد ما برضو تبدأ ريحة السوداني تطلع، لان انا جايباه متحمص، يعني هو ده مش هياخد وقت. انا لو جبته ني كنت نزلته مع السمسم، لكن انا جايباه متحمص. تمام. ما لقيتش ني. جيت بعد كده تمن المغاد ده ببدأ انزل فيه حبه حبه، 3 معالق ب3 معالق، واقلب 3 معالق واقلب 3 معالق واقلب لحد ما الكميه كلها تخلص. ليه بقى؟ لان انا عايزه كله يتشوح، انا مش عايزاه احط مكونات وخلاص، لا، انا عايزاه كله يشم من التشويحه، وكله يبقى طعمه متشوح في الزيت مع السمسم ومع السوداني، يبقى اخد نفس الطعم. ما ينفعش ترمي كل المكونات مع بعضها كده وخلاص انت عملتيها، عمرها ما هتطلع بالطعم اللي انت يعني اللي هو انا بعمله، لا. ده اهو شايفين، لازم تقلبي لازم تقلبي فيها، تفضلي تقلبي فيها، تحطي المقادير وتقلبي فيها اهو. لازم تخلصي ده عبارة عن تمن مغاط. تمام. بعد ما هحط تمن المغاط هحط ايه؟ هحط 3 معالق من الحلبة المطحونة. والحلبة المطحونة ما ينفعش تطحنيها في البيت خالص، لازم تجيبيها مطحونة جاهزة، لان هي بتبقى مفيش يعني ايه مطحنة هتقدر تديكي النعومية بتاعت اللي بره. فهم 3 معالق على ال3 كيلو عسل، 3 معالق، اوعي تزودي لانك انتي لو زودي هتمرر. فاحنا جينا عملنا حطينا ال3 معالق حلبة اهو، وبعد كده حطيتها تشويحة، وبعد كده نزلت بايه بقى؟ بالعسل.
دول 3 كيلو عسل، بتبدأي تنزلي بيهم زي ما انت شايفة، ننزل بيهم ونقلب، ننزل ونقلب. انا عايزة كل الحاجة تتجانس مع بعضها، كل المكونات تتجانس مع بعضها كويس جدا. تمام. تفضلي تقلبي فيهم كده هوت اهو. تفضلي بعد كده حطيت ايه الملح ليمون، دي عبارة عن ربع معلقة ممسوحة، ما تكتريش، انا بس بحطها كنوع من انواع ايه المادة الحافظة، مش اكتر من كده. بصوا بصوا جمال العسل بقى عامل ازاي. بصوا اهو، انا نزلت اهو دلوقتي بالعسل كله وبقلب. تفضلي تقلبي فيه كويس جدا. تمام، عشان تتأكدي ان كل المكونات دخلت مع بعضها، وكل المكونات ايه تدخلت وتشربت من بعضها. تفضلي تقلبي فيه كده، ما تسيبيش، اوعي الحلبة المعقودة تسيبيها على النار ولو لثانية، ما تنفعش، ممكن لا قدر الله تتلسع منك، ممكن تتحرق، ممكن تشيط، لا ما ينفعش خالص، لازم ايدك فيها وتفضلي تقلبي من الايه الى الزيت الى الياء، لازم تقلبي فيها كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين. قاعده اقلب فيها كويس جدا جدا كده اهوت لحد ما تبدا تقلب. وبعدين انت لما تكوني عامله كميه في العسل لازم تعمليها في كميه في حله اكبر. ليه بقى؟ عشان هي بتفور، لازم تبقى عطلها مساحتها ان هي تروح وتيجي في الحله، ما تبقيش عامله كم على القد بالظبط، ممكن تفور منك وكل المكونات تقع على البوتاجاز، وحرام بقى طبعا الحاجه غاليه جدا فما ينفعش ان انت ايه تهدريها. بصوا انا بتاكد ان هي ايه، طبعا الطريقه بتاعتي دي اللي هتلاقيها ان هي تطفو ها المكونات، وتبقى القعر من تحت هو العسل بس، ولا اي حاجه من اللي انتوا بتشوفوها في السوق دي خالص خالص، هتلاقيها مظبوطه 100%. الحمد لله انا بعملها كل سنه في منتهى الجمال والروعه، والناس بتعجبها جدا جدا جدا. جربي طريقتي وعمرك ما هتسليها ابدا وهتعتمديها. بس يا ريت لو عجبك الفيديو اوعي تحرميني من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا. معلش بعتذر عشان دور البرد بس صوتي رايح خالص. تمام. بصوا اهو بدأت تقلب، انا جبت لكم ساعه ما هي، بصوا انا بوريكم ان هي العسل بدأ يقلب، لازم ما تطفيش عليها قبل الموضوع ما تبدأ ايه تقلب كده، يبقى معنى كده ان العسل بدأ يغلي. تمام، وبيتفاعل مع الحاجة اللي فيه. تمام كده اهو، انا سايباها تغلي يعني تقريبا دقيقتين دقيقتين بس يغلي العسل فيهم وبعد كده بتطفي. تمام اهو. شايفه انا بوريكم ان هي بتغلي ازاي، وبتفضلي انت برضو تقلبي، تجيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده، تفضلي تقلبي تمام تمام تمام، علشان ايه تتأكدي ان هو ايه كل الخليط دخل مع بعضه. تمام. هو يا دوب دقيقتين 3 بالعدد، لما تلاقيها بدأت تقلب كده وايدك فيها برضو تمام، هتبدأي ايه تطفي عليها خلاص. وبعد ما تطفي عليها تسيبيها تستهدى خالص. ليه؟ ربنا يجيرنا من النار ومن عذاب النار، لانها بتبقى سخنة جدا بطريقة بشعة. فانا بستنى عليها تستهدى بس شوية، يعني ممكن تسيبيها ساعة او ساعة، يعني في الشتاء ممكن تسيبيها مثلا ساعة هتبرد معاكي بسرعة. غير ايه الصيف، طبعا احنا ما بنعملهاش في الصيف، احنا بنعملها في الشتاء. تبدأي تعملي ايه بقى؟ تبدأي تعبيها في برطمانات، بس اوعي البرطمان تقفليه، ما تقفليهوش خالص الا لما انت تتاكدي ان هي ايه بردت خالص. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الكم اللي انا عملته عملوا لي الكميه ديت، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، طعم وريحه. بصوا الجمال. انا همسك لكم دلوقتي البرطمانات، بصوا الحاجه، بصوا الحشو جوه كل حته من العسل ازاي. انا انا صممت ان انا اوريكم البرطمان عشان اوريكم قد ايه. بصوا بصوا السمسم فيه ازاي، بصوا السوداني مفيش حته قطعه، مفيش حته العسل تحت وفوق، هو المكونات زي ما بشوف في كل الناس اللي بره. تمام خالص، انا بتفضل لحد اخر معلقه المكونات جوه بعضها، وغير الطعم والحمد لله ما بتسكرش مني او بتكرمل ولا اي حاجه، وبتفضل اخر معلقه. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما تحرمونيش من اللايك والشير. انا والله كنت تعبانه بس قلت لازم انزل لكم الفيديو ده، انا عاملاه بقالي فتره بس ما كنتش قادره انزله يعني. تمام.
تحرمونيش من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا. جربوها واذا عجبتكم هتعتمدوا الطريقة ديت وهتعجبكم قوي وهتعجب ولادكم. على كل كيلو هتحطي كوباية سمسم، كوباية سوداني، بمنتهى الجمال، منتهى الروعة. انتي طول ما انتي بتاكلي العسل كده هتحسي ان في كل حتة في سودانية، في سمسمية. طعم خطير خطير خطير. هتعتمدوها جدا وهتعجب ولادكم جدا. واذا عجبتكم ما تحرمونيش من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا، متابعين مع اطبخ على قد ما اسم مع امل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.